مرحبا بكم في ملخص جديد ديال فيلم جديد. قبل ما نبدا كنشكركم على تفاعلكم الكبير، هادشي كيفرح. والله يخليكم زيدوا لي لايك والاشتراكات والتعاليق والبارطاج مع صحابكم. ويلا نبداو. هاد خونا سميتو ديفيد، ساكن في بلاصه مقطوعه على البشر وما باغي حتى حد يجيب ليه الخبار، عاطيه على القص ولونطريمون. وهاد الولد سميتو اوسكار، مخلي اللعب مع الدراري الصغار وجا كيقلد الحركات ديال ديفيد، باغي يتعلمها. شويه عقب راسو نسى المدرسه، هو هش شكاتو مشى كيجري لقسمو. عيات الاستاذه ما تشرح ليه، الساعه حتى حاجه ما لصقت ليه. هز دفاطرو وخرج، ومن ظهرو العوج حتى كيلقى العصابه تابعه. هو هربان وهما تابعينو، هو هربان وهما تابعينو. واحد الوقيته دار لهم خاويه في عامره وتخبى مور واحد الطوموبيل، خلاهم حتى دازو وتم خارج بحال ما في راسو ما يتعاود. هادشي كامل وديفيد عاصر على القهيوه ديالو وكيورق الفيلم. اوسكار مشى عند جداتو، بقى كيتلحمس ليها، تدبرت عليه وعطاتو جرعه ديال الحنان وقالت ليه سير ما تبقاش تبان. واحد شويه غنشوفوه في الدار خدام كيطيب شي كويس داتاي، وكيدخلوا عليه الافراد ديال العصابه. قال ليه الشاف ديالهم، لو كان ما كانش خوك معانا، لو كان شربتي داك اتاي ديال الكانه عند مولانا، اطلق ديك الجدريه اللي عندك نخلصوا بها غير المازوط اللي خسرنا عليك، سخفنا بصوت وليد. اوسكار حلات ليه وشداتو البكيه، ولكن صرفها صبر. لا غد ليه كيف العاده. اوسكار مشى يدير التقليد الاعمال ديفيس، واحد جوج لقاه مور ظهره. الله ودي اخويا خلعتيني. قال له لا باغي تريني حيد كلمه خلعتيني، يلا زيد سرك هاد التقرفيد. وجاب ليه واحد جطوبات وقال لي هز معلم، دير الرجله دابا هادي ضربه شاكيره وما دارتهاش، اشوف الضرب ديال الصح. المهم اوسكار بقى نهار على نهار تيزيد يتحسن وتيزيد يكتسب مهارات، وديفيس تيدير معاه اللي في جهدو باش يعلمو جميع الاسرار ديال هاد الرياضه الغريبه اللي قليل الاساتذه ديالها في العالم، وديفيس واحد منهم. وهاد الرياضه كانت نقمه عليه وخلات عصابات كتار باغيين يقتلوه. وقوت لي اوسكار ولا عزيز عليه، ولا كيديه معاه مره الخدمه يدبر على مصاريف، وغير كيساليو كيرجعوا لساحه التدريب باش يزيد يعطيه دروس اخرين، او بالاحرى كلاكات اخرين. اوسكار ولا عزيز بزاف على ديفيس لدرجه انه سكنوا معاه. فهاد النهار كانوا كيتدربوا، واحد شويه سمعوا الكلاكسون ديال واحد الطوموبيل. الله يسمعنا خير. مشى اوسكار يشوف، لقاه داك المنتوف اللي زارو داريه فلوسو من قاع دارو. شويه فرح واحد الوجه معروف اللي هو خوه هيكتور اللي عاد خرج من الحبس، وجابتو العصابه لعندو باش يشوفوا. اوسكار طلق حروفو ومشى عند خوه تعانق هو وياه. ولقيت هيكتور شاف ديفيس، الضحكه سالات وقال لخوه شكون هاد بو عضلات. اوسكار قال ليه المدرب ديالي. هيكتور قال ليه الله يجيبك على خير، هذا راه غير من الوقفه ديالو باينه فيه بوليسي، وانت الا زدتي معاه هنا غتشريه لينا كاملين. وقال ليه زيد قدامي، ومشاو ركبوا في الطوموبيل مع افراد العصابه وشراوه في حالهم. اوسكار مع الحب ديالو للرياضه مشى يتسجل في واحد النادي ديال الملاكمه، حط الفلوس لهاد الدريه بقات كتطلع وتهبط فيه. قالت ليه انت قاصر، خاص ضروري ولي الامر ديالك. بقى كيقول في دماغه زوينه ولكن مكلخه. بالليل مشى اوسكار عند خوه هيكتور اللي كان مدوبها هو افراد العصابه احتفالا بالخروج ديالو من الحبس. وبحكم انه ما كانش موالف بحال هاد الاجواء، قال لخوه انا باغي نشريه بحالي للدار، لا حقاش ما عنده لا مع التعاطي لا مع الاتجار. قال لي هيكتور ولكن عندك مع الرياضه، غير كون صبار. العصابه كانت كتنظم مباريات ديال الملاكمه وديال قتال الشوارع بحال فايت كلوب. اوسكار ما بقاش مشى، وفعلا بدات المباريات. ودازت المباراه الاولى ما كان هاد الجنديخ والتفرشيخ، والصحيح فيهم صيفط الاخر يسرح المعيز في المريخ. اوسكار تحمس وناض بلا ما يتشاور مع خوه وطلع للحلبه. قال لي خوه تنزل، هذيك راه ديال الجزاره ماشي ديال الطلبه. وبدا الحكم وبداو الناس كلهم كيستهزئوا منه، ولكن هو كان راسو قاصح. قال لهم غنشارك، هي غنشارك. وهز لاكارد قدام داك الخصم الجبار. اخوه هيكتور كيعيط حفيظه ستار، وهنا غيبان بان اوسكار قرت فيه الدروس كامله اللي كان كيعطيه ديفيس، وبان ديك العصا اللي كلا من عنده جابت النتيجه وصنعت منه مقاتل شديد. وبطبيعه الحال المقاتل الاخر حتى هو ما كانش ساهل، ولكن بشويه ديال العزيمه والاصرار وبزاف ديال الصبر اوسكار قدر يحقق الانتصار. ولقيت اللي كانت العصابه حله فمها، وكان خوه هيكتور حتى هو حل فمه، مصدومين بهذا المستوى القتالي اللي بان به اوسكار. كانت هاد خيتي شاده التليفون وكتصور المباراه. المهم اوسكار شد الخصم ديالو بقى كيطنطن فيه، هادي تنفع هادي تضر، هادي تنفع هادي تضر، حتى قرب يصيفطو للقبر. وهبط عند هذاك مضفور الشعر ونتف ليه الفلوس من يديه، وقال ليه هذا هو الخلاص ديال اتاي اللي وقفتها لي ديك الليله وما خليتينيش نشربو. من بعد شي ايام هذاك الفيديو اللي كانت تصورت هذيك خيتي الاوسكار في المباراه وصل عند هذا المحامي، وهو بدورو وصلوا عند هذا الموكل ديالو في الزياره اللي دار ليه في الحبس. وملي تفرج مزيان في الفيديو قال المحامي ديالو هذا الاسلوب باش كيقاتل هذا الولد ضروري غيكون ديفيس هو اللي دربو، وضروري هذا الولد غيكون عارف ديفيس فين ساكن. قال ليه المحامي عول عليا غنجيب لك خبارو في الهديه. وفي هذا الصباح يلاه ديفيس خرج من الدار، وقفات عليه الطوموبيل ديال العصابه، نزل منها هيكتور
وخوه اوسكار. ديفيس قال اوسكار فين هاد الغبورات كلها؟ هيكتور هو اللي جاوبو، قال لي جيت عندك باش تدرب اوسكار والفلوس اللي طلبتيها نحضرها ليك. من بعد ما داو وجابو في الهضره، ديفيس فهم بان هيكتور بغاه يدرب خوه اوسكار على وديت باش يبقى يشارك في المباريات ديال القتال لحقاش كيربحوا فيها الهبال ديال الفلوس. ديفيس غير سمع هاد الهضره تعصب وقال لاوسكار اولا ما غاديش ندربك، وثانيا حتى الا مشيتي شاركتي في هاد المباريات ما تلعبش بالاسلوب اللي دربتك به. ديفيس بغى يدير احتياط باش ما توصلش الخبار لذاك الحباس، ما فراسوش راه اللي عطى الله عطاه. هيكتور مرضاش ان ديفيد رفض يدرب خوه، بدا كيحاول يستفزو، الاخر ما داهاش فيه حتى شافو مشى ليه الطوموبيل ديالو اللي مباشيها، قال ليه غنباشيك الا قصتيها. هيكتور شاف كتافو ما يقدوش على هاد العضلات، هو يجبد السلاح من تحت الحويجات. ديفيس رجع واحد جوج خطوات على اساس راه خايف منه، واحد شويه جبد فردي اختار منه وقال لي حط السلاح من يديك قبل ما نفنيك. هيكتور شاف القضيه حامضه، قال لي انت مالك تقلقتي، حنا راه ضاحكين معاك. قال لي انت حط السلاح وسير ترتاح قبل ما نوريك التفاح معاياش كيتلاح. حط الفردي ومشى قلب ستة سعود. اما المرعود ديال اوسكار هي ما يعتذر على داكشي اللي دار، ولكن ديفيس ما قبلش ليه الاعتذار، هو يمشي يتبع خوه. وديفيس رجع دخل لدارو ودار بناقص ماد الخرجه. لغد ليه اوسكار رجع عند هذيك الدريه ديال لاصال اللي قالت ليه انت باقي قاصر، وهاد المره ما مشاش بوحدو، دا معاه ولي الامر ديالو. يلا كيتفاهموا على الرسوم ديال الاشتراك، هما يدخلوا عليهم واحد الجوج بحال خارجين من الفيلم ديال ماتريكس. قصدوا اوسكار سولوه على ديفيس، قال لهم ما كنعرفوش، بقاو محاصرينه بقوه الاسئله. اشو هذا على شوفه التيدير. ملي دخل هيكتور ودخل المدرب ديال لاصال، القويدي ما قال لصاحبو يلا نعوجوا من هنا. اوسكار قال لخوه ما شكون هادو اللي كيسولوا على ديفيس؟ قال لي هيكتور هادو بلا شك افراد ديال شي عصابه بينهم وبين ديفيس شي حساب، وغالبا هذا شي حساب كبير يقدر يكثر فيه القرطاس والتفجير. اوسكار سمع القرطاس والقتيله هو يخاف على صاحبه ديفيس، قال لخوه دابا غادي نمشي نعلمو. خوه عيا ما يحبس فيه، قال ليك هو اللي يجري علينا ودابا ربما تمشي لعندو ويعاود يجري عليك. هيكتور ملي شاف خوه مصر قال لي كتقلب غا على الصداع، زيد قدامي وجه المحاكه. شويه وصلوا عنده وكانت معاهم الدريه اللي هي الاولى نزلت وقصداتو، قالت لي هاللي كاين. شويه جا اوسكار وبقى كيعطيه المواصفات ديالهم بالتدقيق. ديفيس عرفهم من ديك العصابه اللي هما اعداء ديالو وسولهم واش جيتو نيشان من لاصال، لان ديفيس مقاتل قديم وفاهم بان افراد العصابه ضروري غيكونوا تبعوا اوسكار وهيكتور باش يعرفوه فين ساكن. ديك الساعه قال لهم سيروا دخلوا للدار بالزربه وبدا كيستعد للقتال، وفعلا كان على صواب. العصابه داروا دوك الجوج اللي كانوا مع هيكتور ميسا، وهيكتور نفعوا هذيك شويه السفن اللي جاب معاه من الحبس، وشويه غيتبعوا ديفيس. والعصابه غيعياو يضربوا في الدار، ولكن ما غيصوروا ليه والو حيت كانت مصنوعه من ماده مقاومه للرصاص. الاخرين ملي شافوا هذا الفيلم كله اللي داير على ديفيس سولوه علاش هادشي كامل، وهنا غيقول لهم باللي هو فعلا بوليسي بحال اللي كان قال هيكتور لخوه اوسكار ديك المره، وبانه من نهار قتل واحد الزعيم ديال واحد العصابه وهما تابعينه باغيين ينتقموا منه. سولوا هيكتور شنو المعمول دابا، قال لهم بغيت تهناو مع راسكم ضربوا كل شيء لراسي. العصابه عياو يضربوا، واحد مشى يدور ليهم من اللور والاخر بقى حاضيهم من القدام. ساعه صياد النعام يلقاها، وهذاك الاخر كان جايب واحد البيدو ديال ليسانس باغي يحرقهم. يلا غيبدا العمليه، هو يلقى ديفيس قدامه. اشوف هذا على شوفه التيدير، هذا المقاتل ما كانش ساهل. بديك الشوفات ديال الغدار صيفط هذاك البيدو لديفيس وتشد معاه، ولكن بهذاك الاسلوب المميز ديال ديفيس وبهذيك الصرامه ديالو كضابط شرطه بقى عليه بوت شري تربح. الاخر عيا ما يقاوم وعيا ما يتصدى للضربات، ولكن ديفيس كان قاصح عليه ومتريني عليه، وفي الاخير نشره وهز داك البيدو ديال ليسانس وبقى تيخويه عليه وتيهددو بانه لا ما اعترفش ليه غادي يحرقو، ولكن الاخر فضل الموت على انه يعترف ليه، وديك الساعه شعل في راسو العافيه. من بعد ديفيس دخل للدار ووراهم واحد الباب ديال واحد النفق سري كان عنده لداخل في الدار، وقال لهم هبطوا باش تهربوا من هنا. وملي كانوا غاديين في داك النفق المظلم، هيكتور قال لديفيس علاش ما نعيطوش للبوليس. جاوبوا ديفيس قال ليه راه البوليس براسهم كيقلبوا عليا. قال ليه انت اش داير؟ العصابه والبوليس كلشي العالم تيقلب عليك. وهو بدا كيشرح لهم، قال لهم واحد الضابط شرطه راه في الحبس كان خدام معايا وكان راجل فاسد كيعاون العصابات ديال التجار بالسلاح وبالبشر وباي حاجه ممنوع، وقال لهم باللي هو اللي طيحوا في الشبكه ولقى عليه القبض. من ذاك النهار هو ما مستروطاش ليه وباغي ينتقم منه، واول حاجه دارها ليه هو انه خطف ليه مراته ودار واحد الهونغار. وملي كانت العصابه كتعذب فيها شاف هو شي طريقه وتسلل بها ودخل عليهم ودار لهم ما كان عاد دقدق هرس بحال الطاحونه د الحمص. عتق مرته ما بين يديهم وقال لها تمشي للكوميساريه ديكلاري به على اساس انه كان كيعنفها باش العصابه ما تبقاش تابعها. ودابا العصابه وزيد عليهم حتى البوليس بجوجهم ولاو تابعينه هو. المهم ملي وصلوا لواحد البلاصه معينه في النفق، ديفيس وراهم منين غيدوزو باش ينجاو بحياتهم، وتوادع هو اوسكار بحراره وهما دازوا من طريق وهو داز من طريق اخرى. في الليل كيبانوا البوليس مطوقين الدار
وديفيس كان كيراقبهم في الكاميرات، وهو لاحظ واحد الجوج بداو كيقربوا بزاف من الباب، على غفله حل تيرا فيهم قتلهم وعاود سد الباب ودخل. من بعد طلع الفوق لقى واحد الجوج تا هما قتلهم، شويه ما بقاش كيتخبى، خرج لهم فاس بلا درع بلا طاس، غير واحد شويه وبانوا ليه هاربين، واكتشف بانهم ماشي بوليس حقيقيين، كانوا غير منتحلين الصفه. من بعد العصابه تعمل زياره زوينه تعمل لهيكتور، غيقتلوا رجالو كاملين، واللي جا قدامهم غيطحطحوه ويخليو ضاربوه وغيشدوه هو غيقصدوا به الغابه مكتف. في الاول داروا معاه شويه د الخاطر، على الله يعترف. ملي شافوا راسهم هكا عيوا راسهم معاه، كانوا غير كيهضروا ويشير لصاحبه باش ينحروا. الساعه خرج ليه ديفيس، حيد ليه الجذور ديال شعره وناض هاد العويق يدير الدور ديال الحراس، شعزت فيه قرطاسه الراس. ملي شاف العصابه كتار والفردي خاوي، حسب الخطاوي بقى غادي هو هربان وما تابعينه، ما خلى بهم لا شجره لا حجره لا جبل، بقى غادي مجرجرهم تحس بهم عياو مزيان، ما بقى فيهم اللي يزيد، هو يدور يتبالى بهم. شد الاول قال لي ها كيفاش تصلي، وشد الثاني قال لي حلي باش تولي، وشد هاد الغليظ قال لي هاك علي فين تخلي. ومني كمل لهم العدد رجع عند هيكتور، فكو ركبوا في هاد الكاديلاك ولا شناهي وهربوا قبل ما يعركوا. اوسكار وماريسا رجعوا لدار ديفيس باش يسولوا عليه، حتى خرجوا لهم شي نينجات ملتمين. شدهم اوسكار دار لهم واحد التصبينه اوتوماتيك وبدا كينشر فيهم واحد بواحد، حتى وصل لهاد خونا لقاه دقته سخونه، وبقاو دقه فيا دقه فيك، ولكن باينه باللي اوسكار هو البطل، ضروري خصو هو اللي يغلب. خونا ملي شاف راسو يتهرسوا ليه العظام زير للجام وحيد للتام، وقال لي حنا راه ماشي اعداء، انا راه صديق ديال ديفيس وسميتي ايريك، ولا بغيتي تتاكد اتصل به وسولو. المهم اوسكار تاق فيه واقتنع يمشي معاه هو ماريسا، على اساس ان هاد البلاصه ولات خطر عليهم، وفعلا ركبوا معاهم وشدوا الطريق. وكانت هذه عمليه اختطاف مخبيينها على اوسكار، ولكن في الطريق اوسكار ما كانش ساهل، دغيا عاقبهم بان غاديين في طريق ماشي في الاتجاه ديال طريق المدينه. هو يغفلهم وهز التليفون وبدا كيتصل بخوه. ديفيس ملي عرف اوسكار مع الضابط غرين قال ليه ما تثقش فيه، راه تا هو عضو من العصابه، شوف شي طريقه كيفاش دير تهرب. باقيين كاع ما كملوا الهضره، غرين هو يرد البال بان اوسكار تيهضر في التليفون، هو يدور عنده حيدوا ليه ومشاو داروا ليه قناع على راسو هو وماريسا. ديفيس وهيكتور عرفوا بان القضيه حماضت، وبان اوسكار وماريسا في الدين العصابه، وبانهم خصهم يزربوا يديروا شي حاجه قبل ما يفوت الفوت. من بعد كنشوفوا غرين وصل اوسكار وماريسا لهاد الضيعه اللي مولاها هو هاد المهرب. اما ديفيس واوسكار مشاو جمعوا عصابه حتى هما وبداو كيخططوا كيفاش يديروا تيفكوهم، والعصابه باش يستدرجوهم قالوا لاوسكار يتصل بهم. اوسكار قال لهم باش هيكتور يجاوب رقم ما كيعرفوش راه خصني نصيفط ليه واحد الرساله بعدا باش يعرفني راه انا، وفعلا صيفط لهم رساله فيها كود. هيكتور ما عرف منين يجيها، ولكن ديفيس فهم بان الارقام عباره عن كود فيه الاحداثيات ديال الضيعه، يعني لوكاليزاسيون مكتوبه. دازت واحد المده قليله، العصابه ما عليهم ما بهم، حتى دخلوا عليهم الرجال ديال ديفيس، وبقات العصا ما كاين الله يعطيك صحيحتك طايح اكثر من نايض. اما ديفيس واوسكار دخلوا من الباب اللوراني، حتى هما كان اللي جا قدامهم تيصوتوا فيه، كاين غير راه برا. واحد اللحظه واحد التيره في ديفيس زقلو، ولكن ديفيس ما زقلوش، ونقز اوسكار وديفيس من نفس داك الشرجم ودخلوا للدار، وبقى ديفيس كيغربل فيهم واحد بواحد. انعس في الجهه اللي كان فيها اوسكار، توحش الجلسه في الدار. واحد اللحظه غفل داك الحارس، شبر معاه الركابي فشهم ليه، وبقى كيماركي عليه في البيوت حتى غيبو. وداك الخطيه ديال غرين مع شنو كان ناسي عاد تفكر ودخل على غفله وهي تشبك الحفله. وبقاو عطيني نعطيك، ملي شاف اوسكار تفوق عليه هو يتلاوح وهز السلاح، ولكن قبل ما يطلق ماريسا دارت ليه الشقمق خلات فيه غير اللي نسات. في نفس الوقت كان ديفيس كيصفصف في العصابه، هو يسمع القرطاس جاي من عندهم ومشى وصل عليهم، قال لهم على سلامتكم ونوضوا تبعوني، وهربوا بثلاثه. ومع الخرجه تلقى لهم هاد الشيباني المهرب وبدا عليهم بالقذائف، وما عرفوش من كتخرج لهم هاد المناتيف. واحد اللحظه كان غينزل عليهم بواحد القنبوله، ساعه هيكتور طنطن ليه الراس طفى ليه البوله. ومن بعد هاد الماراطون جاو البوليس الحقيقيين وجابوا معاهم مرات ديفيس، وبطبيعه الحال طاروا بالفرحه هو وياها. ودابا بقى نعرفوا بلي داك السجين اللي هو العدو الرئيسي ديال ديفيس جاتو زياره من شي ضباط، وملي داوه لهاد الغرفه بدلوا الحرفه وداو ليه الروح وضربوا ليه المصلوح. ودابا طلعت الكتابه، الفيلم وصل الختام يا ساده يا كرام، ومن الكرم ديالكم ديروا اشتراك ولايك وفعلوا الجرس وخليوا شي تعليق، وبالتوفيق.